ما هي رياض المحبين؟ نخش شوية في الموضوع. يا سلام، أولى رياض المحبين ذكر الله وإجلاله. دي روضة، ذكر الله وإجلاله، كون يسبح الله، يمجد الله، يعظم الله، يجل الله. هذه من أعظم الرياض المونقة عند المحبين. ثانيا كلام الله، روضة للمحبين، يجدون أنسهم ويجدون نفسهم ويجدون حياتهم ويجدون روحه ويجدون كمال نعيمهم في كتاب ربهم. وبالتدبر والترتيل فاتلوا كتاب الله، لا سيما في حندة الظلم، وعن نواهيه كن يا صاح منزجرا، والأمر منه بلا ترداد فالتزم، هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. قال عنهم السلف، في واحد اسمه الخرائطي ألف كتاب أتمنى أي زول يقرأه، اسمه مصارع العشاق ومشارع الأشواق. كتاب جميل بيوريك الذين عشقوا الشهادة وخرجوا يتمنون الشهادة والقتل في سبيل الله فقتلوا، يوريك عنهم كيف. وألف ابن رجب كتابا اسماه استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس. استنشاق نسيم شنو؟ الأنس من نفحات رياض القدس. أهل الإيمان يستمتعون بكلام الرحمن متعة لا يجدها أهل اللهو في لهوهم ولا أهل الطرب في طربهم. يحملون، شوف الكلام ده كيف، اسمع الكلام ده عنه. يحملون في جوف الليل مزامير أنس، مزامير لكن بتاعت أنس، في مقاصير قدس، قصور مقدسة في مقاصير قدس، بألحان توحيد، في رياض تمجيد، بشدو المثاني. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. بشدو المثاني المؤدية إلى تلك المعاني، إلى جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا طعم الخبر، فكيف طعم النظر؟ شوف كان ده كيف. قال ابن الجوزي في صفة الصفوة